ردت المؤثرة حفصة على الانتقادات التي وجهت إليها عقب استضافتها لليوتيوبر الفلسطيني أنس الشيخ. حفصة نفت كل الشائعات المتداولة عنها وأكدت إن هي ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من أساء إليها. وضحت حفصة: لقد أصبحت رحلتي إلى الجزائر حديث الجميع، ولكنها لم تكن مجرد استعراض كما توقع البعض، بل كانت عودة صادقة لبلدي الأم ولجذوري. قررت القدوم رغم جدولي المزدحم، ولم يكن الأمر مرتبا مسبقا. تزامنت زيارتي مع حضور الشاب أنس البالغ من العمر 22 عاما، والذي اعتبرته مثل أخ صغير لنا. انتهزنا الفرصة لإنجاز عمل في الجزائر وزيارة الأهل والبلد وإظهار صورة إيجابية عن وطننا للعالم. لم نكن في استقبال أي أحد بمظاهر مبالغ فيها، بل جئت منفردة في طائرة، بينما جاء أنس وصديقتي في طائرة أخرى، واستقبلنا من قبل الأخ عبدو وفريقه المميز الذي يضم شبابا وشابات مصورين محترفين. أوضحت حفصة قائلة: أنا امرأة لم أدعي الكمال يوما، وأكررها دائما، فأنا إنسانة أحظى أتعلم وأتطور. كنت لاعبة رياضية، واللباس بالنسبة لي كان دائما عمليا، فهل أصبح اللباس اليوم مقياسا للأخلاق؟ ألسنا نحن نفس المجتمع الذي يصفق للمنتخب النسوي الرياضي؟ فلماذا عند الحديث عن حفصة يتحول اللباس فجأة إلى خطيئة؟ أما فيما يتعلق بالاختلاط فهو موجود في مختلف مجالات الحياة، من المدارس إلى المستشفيات والجامعات والطائرات، وحتى بين صناع المحتوى. ومع ذلك هناك فرق واضح جدا بين الاختلاط المحترم والغير لائق. أضافت: كل من يعرفني يدرك أنني امرأة تربيت على المبادئ، وأرسم حدودي بوعي واحترام. ما يؤسفني ليس مجرد النقد البناء، بل الأكاذيب والاتهامات البطلة التي تصل إلى حد قذف المحصنات والمس بالشرف. هذا أمر غير مقبول أبدا. وتابعت قائلة: ذكروني بهذه الهجمات عندما قدمت القفطان الجزائري على شاشة تلفزيونية في الإمارات، وتلقت بسبب ذلك الإساءات من جمهور آخر، ولم يدافع أحدا عندما حملت راية الوطن تحت الماء فخر ببلادي. لم يذكر الموضوع. أما الآن فقد أصبح لباسي الرياضي ودعواتي لمؤثر جزائري محور الانتقاد. لم أتزوج ولا أعمل طبيبة كما يزعم البعض، وأقيم في دبي وليس قطر. وأي شخص ينال من شرفي أو شرف عائلتي سيواجه القانون الجزائري، لأن القذف والتشهير جرائم وليست مجرد آراء. وفي النهاية قالت: العدالة الإلهية لا تغيب. سأدافع عن حقي بالقانون، ليس بدافع الانتقام، بل احتراما لكل امرأة تهان أو تشتم فقط لأنها اختارت أن تظهر وتعبر عن نفسها بصدق. وأشارت إلى آية من القرآن الكريم تتحدث عن عقوبة القذف، مؤكدة تمسكها بحقوق. زي ما حضراتكم كده سمعتوا، ده اللي حفصة قالته كله داخل الفيديو اللي نزلته. انتهى الفيديو مع حضراتكم لحد كده. ما تنسوش دعمكم الدائم للقناة باللايك والشير والاشتراك من كلمة الكل، ومع السلامة.